الشديد بالصرع، إنما الشديد من يتمالك نفسه عند الغضب، وليس المجنون من صفعك، بل المجنون من يرد عليه. مو الشجاع اللي أنا يقول قوي وأشتم، مو الشجاع اللي يقول أنا قوي وأقدر على فلان وأطشن وأكفخ بيه، مو الشجاع اللي يرفع مسدسه ويرمي، مو الشجاع اللي يأذي جاره، مو الشجاع اللي يأذي صديقه، مو الشجاع اللي يأذي أخوه، مو الشجاع اللي يأذي زوجته وأهل بيته. الشجاع اللي يسمعونه كلمة ويقول أنا مو لخاطرك، ترى أنا أقدر هسه انتصر عليك وأفوز عليك وأقتلك باللغة العراقية، بس أنا مسامحك قربة لله. الله ومحمد وعلي وياك، الله أكبر. لو نستخدمها احنا جاي يصير عندنا. الله عليكم لا تزعلون، أنا هم أريد أطيل عليك وأتفلسف براسك. مو جاي يصير عندنا يموتون 5 ب5 على مود هايشة أجل السامع تدخل تاكل من الزرعات، مو يموتون 10 ب10 على مود ماعون برياني، مو يموتون 15 ب15 على مود كيلة مال تراب، مو هسه مختبصة مقطوع الطريق على مود مرة سنتين صارها مطلقينها، وسنتين رموا كتل ويقتلون الشيوخ ويقتلون كذا. ليش؟ على وين الأخلاق السامية؟ وين احنا غير حسين ما عندنا وسيلة؟ وين شيعة أمير المؤمنين الطيبين؟ وين احنا اللي يقول قلبك خليه واسع؟ قد لطيف انت من يعيلون بيك وتخلي شنو؟ تخلي لسانك سلس وانت سلس. اسمع هاي الرواية واسألك الدعاء منا. يقول الإمام الباقر يوم من الأيام في أحد الأسواق اجى هذا اليهودي قال له ما اسمك؟ قال له اسمي محمد الباقر. قال أنت بقرة. باوع عليه الباقر، تبسم الإمام الباقر قال له أنا اسمي باقر. يقول أراد أن يغضب الباقر الإمام الباقر، قال له أنت ابن الطباخة؟ الإمام باوع عليه قال له هذه حرفتها، مو عيب المرأة تعجن وتخبز، هاي عمل المرأة. يقول أراد أن يغضب الإمام أكثر، قال أنت ابن السوداء الزنجية البذيئة. البذيئة كلك واحد ما يعرف البذيئة، أم اللسان الطويل تشتم وتغلط. يقول للإمام الباقر، الإمام الباقر أبوه السجاد وأمه فاطمة بنت الحسن المثنى، امرأة عملاقة. شنو اللي قال الإمام؟ قال له أنت هذا اليهودي، قال له أنت ابن السوداء الزنجية البذيئة. الإمام باوع عليه قال إن صدقت، إن كانت أمي هكذا غفر الله لها، وإن لم تكن أمي هكذا شنو بالله غفر الله لك. قال له الله أكبر، إن الله يعلم أين يضع رسالته. يعني أنا شتم بيك أنت تعاملني بالإحسان. شنو هاي الأخلاق؟ قال نعم، نحن نقول كما يقول القرآن. وماذا يقول؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ليس المجنون من صفعك، بل المجنون من يرد عليه.